سلام البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، والصحه تاعكم كامل تكون لاباس. رجعت لكم بفيديو مش طويل بزاف. المهم حبيت هكا نحكيو مع بعضنا شويه، حبيت نسلم عليكم، حبيت نسقسي عليكم، قولوا لي واش مدارين فيها في هذه ماشي سخانه. نقولوا الحمد لله، يعني الواحد راهي راحت علينا هذيك الايام تاع السخانه اللي كانت، نقولوا الحمد لله. هنا كيما راكم تشوفوا رجعت لكم فيديو خفيف ظريف اللي قالوا لي مروه شاركينا كل حاجه راكي تخدمين فيها. كما قلت لكم قبل، لقيت تفاعل كبير مع هذاك الرفيس اللي درته. اصبروا عليا ان شاء الله، رايحه نحط لكم الوصفه بالتفصيل. يعني راني نشارك معكم برك مقتطفات تاعي كيف ما راح يكون يومي، بما انه كما قلت لكم راني في تحضيرات هكا. ما عنديش تحضيرات كبيره، مثلا عندي مثلا حندير عيد ميلاد تاع بنتي، قلت نفرحها بحاجه خفيفه وحاجه مليحه. شاركت معكم الوصفه الوصفه تاع الجينواز قبل، وجات بزاف مليحه، شاركتها معكم. مازالني راح نشارك معاكم الرفيس اللي طلبتوه، مازالني راح نشارك معاكم كيف ماش رايحه نحشي هذيك الجينواز ونديروا واحد لاطارت بزاف خفيفه وبنينه. هنا كيما راكم تشوفوا يعني يومي كيما اي ام جزائريه. يعني انا نقول لكم الصح، في الصباح يعني كي نوض ما تكونش عندي خدمه بزاف، على خاطر ديما الخدمه تاعي تكون العشوه. ورايحين نحكي معاكم اللي قالوا لي مروه شاركينا يومك، شاركينا كيف ما منظمه وقتك. ما لجيتكم فيديو خفيف رايحه نحكي لكم كيف ما مروه تشارك وقتها معاكم. يعني شوفوا كيما قلت لكم كأي ام جزائريه، مثلا تكون عندي الخدمه، بما انه راني نخدم على زوز ديار، نقولوا الحمد لله ربي يعطيني غير الصحه. هذا مكان خدمتي كشغل في الدار جديدة، غير نطيب فيها الغداء العشاء هكاكا. يعني أما في الدار اللي نسكن فيها دركا كلش الخدمة فيها. يعني شوفوا كيما الوقت اللي نبدأ فيه الخدمة، نبدأ جويه 6 5:30 هكا. نبدأ في وقت اللي يكون بارد الحال، اني نقدر على خاطر الدار اللي من تحت باردة بسم الله ما شاء الله، فيها كليماتيزير وباردة سما اصلا ما نطيبش فيها، على هذه تقعد باردة. اما الدار اللي من الفوق تقعد بزاف سخونه، ما فيهاش كليماتيزير، ما نقدرش ندخل ليها دقيقه حتى به نتهوى نتنفس، ما نقدرش نطلع لها غير جوي هذيك 5:30 6. كنشوف الهواء هكا بدا، بدات الدنيا هكا شويه تبرد، باه نقدر نطلع ليها نولي سما هاني نطيب العشاء، نولي هاني كاش ما تسياق لازمني ديما نسيقها كشغل نخلي الدنيا كامله محلوله فيها. هذاك الغبره تدخل راكم تشوفوا كأن عايشين في الصحراء. المهم هذه هي اختكم مش دير. يعني الحمد لله اللي كما قلتكم، بما انه عندي بنيات راهم معايا حاجه بحاجه، يعاونوني في كلش. علموا وليداتكم، علموهم حتى ما يخدموا حاجه هذيك ماشي متقونه، حاجه فاسده، علموهم، خليهم يدخلوا معكم للكوزينه، خليهم يعدلوا. مثلا كل واحده تهز فراشها، كل واحده تفرز حاجه. يعني والله انا معاونيني الحمد لله، الحمد لله. كما قلت لكم في وقت مثلا الغداء اني ما نطيبش الغداء، الحاجه اللي تقعد لي من العشاء ناكلوها في الغداء. هذا ما كان على خاطر في النهار ما نقدرش نقعد دقيقه. هذه كامل الامهات الجزائريين كما هكا. اما في حكايه اني نخبز الكسره وكل حاجه، ما نخبزش الكسره على خاطر الايامات اللي كانت نيران شاعله والسخان هذيك ما نقدرش نخبز الكسره. نشريو الخبز. هذه هي مره ندير تاكوس، مره ندير بيتزا، كل مره واش ندير عشاء. على هذيك شغل ما حسيناش بالك هذيك السخانه خبزت فيها غير مره ولا زوز، ولا كان نخبز مثلا 5 خبزات تاع الكسره يقعدوا لي يومين. هذه هي يقعدوا لي يومين. النهار الثاني مثلا نعاون ساعه كسره ساعه خبز، وهي رايحه. تعرفوا الخبز ديما قسم بالله ما ماشي مليح ديما. وكشغل كي نشريو الخبز ديما يقعد واحد لا ياكلو، ونولي كشغل نعاون بشويه تاع الكسره. المهم كما راكم تشوفوا اختكم راني نقول لكم الساعات اللي يقول لي مروه وينك راكي نهار كامل وانتي دافنه روحك غير في الكوزينه، ما تطياب ما تخرجيش ما تروحي حتى بلاصه. قولوا لي فهموني، الناس اللي خليوا لي كومنتير سلبيه، فهموني انا وين رايحه نروح في السخانه هذه، انا وين راح نروح. اما تقولوا لي روحي البحر، انا البحر ما نحبوش، ما كي شغل انا ولفت هكا نخرج في السخانه نرجع مريضه.
انا درك نخرج غير في الليل، اما في السخانه ما نقدرش نتحرك الدار، ما نخرج لهاش. هذه كل واحد حر، وكل واحد كيف ما حاب يعيش حياته، وكل واحد كيف ما. وكاينين اولويات في حياتنا، ماشي كل حاجه، كل حاجه برا. ماشي كل حاجه، ماشي درك اني نقدر نجي نفخر عليكم راني كل يوم في بلاصه، راني مثلا كل يوم الغدا ما نطيبوش، العشاء ما نطيبوش، كل يوم نجيب من برا. ما عندها حتى معنى. كاينين عندنا اولويات. والماكله تاع برا صح، راي الماكله تاع برا كامل نحبوها، بس الماكله تاع برا عندها اوقات. ماشي كل يوم نروح نبعث نشري من برا. ما لا انا على خدمه داري، علاه دايره كوزينه، علاه نروح نشري قضيان شهري، واش رايحه ندير بيهم هذوك القضيان كي نحطهم في البلاكار وما نستعملهمش؟ ما عندها حتى معنى. لا، كل واحد يعيش كيما حب، وكل واحد يدير اللي يخرج عليه. انا هكا انا قانعه وخارج عليا، راني كي نوض ونخدم خدمه تاعي في داري نقول الحمد لله، ما خاصني حد شيء. انا حتى نروح مثلا منيش مكسرت لي الدين حتى كل حاجه نروح نشريها من برا. عندي حوايج نحب نشريهم، اما عندي حوايج اولويات في حياتي نحب نديرهم. ماشي كما قلت لكم يعني دراهمي كامله نخرجها غير على الماكله من برا ولا الفواياج ولا. راني انا مرتاحه في داري مع وليداتي الحمد لله. هذه هي الدنيا وما فيها. كي يعود الانسان مرتاح في داره، هذه هي الدنيا وما فيها، صح ولا لا؟ هذه هي. ما تبقاوش باللي كومنتير سلبيه يا حبيباتي. شوفوا واحد الرفيس وش نقول لكم، يستاهل خاطركم. واحد الرفيس كيما تاع الحراير، بنين بنين عسل. المهم كما قلت لكم، انا دركا كي نتشهى الحاجه وبنياتي يتشهاو الحاجه، تنوض امهم اللي دايره لهم الحاجه، ما يسناوش حتى واحد اللي يدير لهم الحاجه. وهذا ما كان حبيت نحكي معكم هكا شويه، والحمد لله قلت هكا فيديوهات هكا قصار نحكي معاكم شويه، وهذا ما كان. ونحبكم وسنوني في فيديو طويل ان شاء الله.